البنت بالصدفة لقت خرم قفل صغير مش باين خالص على قبر أبوها، ومن غير تفكير طلعت المفتاح اللي سابهولها وجربت تحطه وتلفه. وفي لحظة حصلت حاجة ما كانتش تخطر على بال. الحيطة اللي جنب القبر انشقت وظهرت وراها بوابة لغرفة سرية. الفضول أكل مي، فدخلت تستكشف المكان. لقت قدامها مكتب سري مليان مقتنيات أثرية غريبة وشكلها مرعب. مي كانت مذهولة، أبوها عمره ما جاب سيرة عن المكان ده أبدا. فجأة شافت كاميرا قديمة، لما شغلتها لقت فيديو متصور لأبوها قبل ما يختفي. كان بيقول إنه مسافر لجزيرة مهجورة بعيدة جدا عشان يفك لغز سر الخلود اللي موجود في مقابر أثرية هناك. وعشان الرحلة دي كانت خطر جدا، اضطر يمثل إنه مات ويطلع شهادة وفاة مزيفة عشان يحمي عيلته ويقدر يغامر لوحده وهو مطمن عليهم. مي ما كدبتش خبر، وعشان تنقذ أبوها أجرت مركب صيد وطلعت على العنوان اللي عرفته. وهي بتقرب من الجزيرة قامت عاصفة قلبت الدنيا، والمركب كان هيغرق. ما لقتش قدامها غير إنها تنط في البحر وهي وحظها. الموج حدفها على شط جزيرة غريبة، وهناك شافت خيال حد عارفاه كويس بس كان بيحاول يهرب منها ويستخبى. عفرت لحد ما طلعت لغار في وسط جبل، وهناك اكتشفت إن الشخص اللي مستخبي هو أبوها لحمه ودمه. سألته وهي مش مصدقة: ليه يا بابا عايش هنا لوحدك في الحتة المقطوعة دي؟ بس أبوها رد عليها بسر صدمها وقلب الموازين كلها.